هو انت سمعت قبل كده ازاي الراجل ده انقذ القرآن من التحريف؟ ايوه فعلا اللي انت سمعته دلوقتي ده صح، محاولة لتحريف القرآن. يعني مثلا الآية 64 من سورة المائدة اللي بتقول وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت ايديهم ولعنوا بما قالوا، كانت مكتوبة هي بالظبط بس شايلين النقطة من على الغين، فبقت معناها ان اليهود علت ايديهم. وفي الآية 85 من سورة آل عمران اللي بتقول ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه، كتبوها بس شالوا منها كلمة غير، فطبعا المعنى اتعكس 180 درجة. الكلام ده حصل لما الشيخ الحصري كان في الستينات في الكويت، ووقعت تحت ايده نسخه من القران مطبوعه في مطبعه لبنانيه، وصاحب المطبعه دي راجل يهودي، والمصحف المتحرف ده نفسه كان فخم جدا والورق بتاعه من ارقى ما يكون، غير ان الغلاف بتاعه كانوا حاطين فيه نسبه من الذهب. المهم بقى الازهر ووزاره الاوقاف هتك اجتماعات وتفكير للصبح في حلول للمشكله دي، لغايه ما لقوا واحد اسمه كامل البوهي، والراجل ده كان عنده فكره انه يعمل محطه اذاعه للقران الكريم ويكون بيتقري فيها القران طول الوقت، فجابوه على طول عشان يبداوا ينفذوا الفكره.